موضوع الخدمات القنصليه واحد المحور مهم اللي كتشتغل عليه وزاره الشؤون الخارجيه واللي كنعطيه واحد الاهميه كبيره. يكفي انه في 10 سنوات تقريبا قريب تضاعف عدد القنصليات عبر العالم ديال المغرب، وتفتحت في السنوات الاخيره القنصليات بوتيره مركزين الى 3 مراكز قنصليه سنويا. والان البرنامج مستمر، وقد افتتحت وشرعت قنصليه في خيرنا في شهر مايو الأخير في تقديم خدماتها لأول مرة. فإذا وأصبحت اليوم الشبكة القنصلية، شبكة القنصليات العامة ديال المملكة المغربية هي أوسع شبكة لأي دولة أخرى في المنطقة العربية، بحيث فوقنا جميع الدول اللي كانت عندها أكبر منا من قبل. القضية ديال تقريب الخدمات القنصلية من المواطنين فعلا كانت هي جزء اساسي من العمل ديال وزاره الشؤون الخارجيه، وكان في برنامج قديم ماشي جديد ديال 2006 2010، وفيه تطوير الخدمات عبر الالكترونيه والمعلوماتيه، لان هذا واحد الخدمه جديده اللي كتسهل كثير من الامور كتقرب. ولكن ايضا هذه القنصليات المتنقله تعطت لها اهميه، وهناك برامج سنويه، هناك حث القنصليات باش توفي بهذه البرامج. ويمكن نقول لكم بأن هذه السنة عدد القنصليات المتنقلة اللي تنظمت في سنة 2013 هو ضعف عدد القنصليات المتنقلة اللي تنظم سنة 2012. ضعفنا العدد، على الرغم من أنه كيحتاج الإمكانيات وكيحتاج التحفيزية لأعوان القنصليين، كتحتاج المجموعة ديال الوسائل المتعددة، وكذلك هو بحال قلت كتخرج موظفين في الوقت اللي كيكون الضغط على القنصليات. لكن رغم ذلك كان هناك اهتمام به. سنة 2012-2013 تقريبا كان هناك تنظيم ديال 50 قنصلية متنقلة عبر العالم في 11 دولة في مقدمتها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا والبرتغال وليبيا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد وأستراليا. هذه الدول تنظمت فيها، ولكن كما قلت في النصف الأول ديال هذه السنة، بحيث هذيك 50 نص منها تنظم في 2012 والنصف في النصف الأول ديال 2013، بمعنى أنه هذا العدد تقريبا مثله سينظم بعد هذه العطلة الصيفية في الخريف المقبل، وغادي يكون مناسبة باش نعودوا النظر. احنا الآن بصدد مناقشة داخلية لتطوير هذه الخدمات القنصلية، إعطاء بعد جديد، إيجاد وثائق اللي كتأطر هذه القنصليات المتنقلة واللي ما كانش إطار داخلي لكي يأطرها، واللي غادي يمكننا باش نطوروا هذه الخدمة.